وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأثرنا أن تكون هذه القطعة بالمسجد الأموي بمسجد بني أمية، لتتحد بذلك الدول وتمتد أواصر المحبة والأخوة من مكة المكرمة إلى بلاد الشام. وسنقوم بتدشينها في هذه اللحظات معكم، واخترنا أن تكون اللحظات الأولى للنصر وفي عين الوقت الذي ندشن فيه هذه الهدية الثمينة. نسأل الله عز وجل أن يحمي هذا البلد وأن يعيننا على خدمته وبنائه، وأن يعيننا على خدمته